السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي وحبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، النهاردة جاية لكم بفيديو جميل جميل جميل. انا عن نفسي استمتعت بيه جدا، يا رب انتوا كمان تكملوا معايا الفيديو للاخر عشان تستمتعوا زيي. النهاردة بقى الفيديو بتاعنا فيديو ده روتين اسبوعي احنا بنعمله كل اسبوع او ممكن كل 15 يوم. النهاردة طبعا روتين الخبيز بتاعنا. طبعا زي ما انتوا شايفين كده في اول الفيديو احنا بنحط الدقيق وبنحط عليه المية والخميرة والملح، ونبدأ مرحلة العجين كلنا عارفينها. هنا بقى احنا عندنا كده بنعمل العيش، بنحطه على اطباق زي كده وعليها ردة. هنا بقى انا بدأت اقطع، ودي المفاجأة. كملوا معايا الفيديو للاخر وما تنسوش ان انتوا تدعموني بلايكات كتيرة، تنسوش الاشتراك في القناة وان انتوا تفعلوا لي زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. شايفيني بقى وانا قاعدة بقطع كده ومتمكنة؟ امال ايه؟ ست متمكنة، ست بيت شاطرة، هي دي الستات ولا بلاش؟ هنقطع العيش كده، ودينا بناخد بعد كده مرحلة ان احنا بنطرطقه وبنحطه في الشمس. ده انا حبيت اوريلكم ان احنا بنعمل اعادة تدوير للخميرة منها فيها علشان خاطر بنرجع نخبز بيها تاني. يعني احنا كده الخميرة اللي احنا عملناها دي، احنا لما جينا عجلنا اصلا في الاول حطينا خميرة بيرة اللي هي الفورية دي، وحطينا خميرة بلدي. البلدي دي بنرجع نعمل لها اعادة تدوير تاني علشان خاطر نشيل منها خميرة نخبز بيها المرة الجاية. يا سلام عليا وانا شايله العيش بقى وماشيه كده رايحه بيه بقى عند الفرن. ودي المفاجاه بقى، هتشوفوني دلوقتي وانا قاعده قدام انه فرن. وده العيش بتاعنا بنحطه في الشمس يخمر لحد ما يعلى كده لفوق ويرتفع، وبعد كده بنبدا ان احنا نشققه ندوره كده ونقلبه ونكنسه. ودي بقى الفرن البلدي بتاعتنا. اتفرجوا معايا على الفيديو للاخر وما تنسونيش في اللايكات والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني بقى كل الفيديوهات بتاعتي، وهتشوفوا مني مفاجآت. مفاجآت ده انا هبهركم دلوقتي. شايفيني بقى كده وانا قاعده بقى بحمي في الفرن بقى، حاجه كده ولا في الخيال. استاذه والله استاذه. كده بقى هنبدأ في مرحلة ان احنا المرحلة دي بنبرد بقى فيها الفرن علشان بيبقى سخن وبنكنسه. يعني هو فرن طينة كده بس بنمسحه بقى كده زي ما انتوا شايفين، وبنرجع نكنسه بقى علشان الفرن بتاعنا يبرد. وبنبدأ نرمي العيش بتاعنا عليه. اهم حاجة ان انتوا تتفرجوا معايا على الفيديو الاخر دقيقة فيه علشان خاطر هتشوفوا المفاجأة. المفاجأة مش دلوقتي، المفاجأة في اخر الفيديو. اتفرجي معايا على اخر الفيديو وانت هتشوفوا المفاجأة. قلتلكم هبهركم، هتشوفوا المواهب على حق فعلا. شايفين كده هنبدأ ان هي هترمي كمية من العيش بقى. هنرمي كمية من العيش حسب ما الفرن هتشيل. طبعا انتوا عارفين انا مش بخبز لوحدي، ده انا لازم مساعدة الاخرين حواليا. وعمته العسل اللي منوراني في الفيديو، وهي السبب في ان انا اعمل لكم الفيديو ده وشجعتني كتير كتير. انا اديني اهو بشيل الحاجات اللي احنا قطعنا عليها. تبدأ هي كده بقى ايه، في مرحلة ان هي بترص، مرحلة بقى رص العيش على الفرن. هترصه كله على قد ما الفرن بقى هتشيل معاها، وهتقفل عليه زي ما انتوا هتشوفوا معانا في الفيديو. اهم حاجة مش كل شوية بقى عايزة افكركم ان انتوا تتفرجوا معايا للفيديو للاخر، علشان انا قلتلكم انا هبهركم في الاخر. انتوا دلوقتي هتشوفوني. امال ايه؟ هو اي حد هيعمل الحاجات اللي انا هعملها ولا ايه؟ طبعا. وبحب افكركم ان انتوا ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. واحب اشوف تعليقاتكم الجميلة بقى اللي بتشرح قلبي دي. اشوف تعليقاتكم كده واشوفكم بقى الفيديو عجبكم، رأيكم ايه في الفيديو والفيديوهات بتاعتي. لو عندكم مقترحات فيديوهات اصورها لكم اكيد طبعا انتوا عرفتوا بقى المكان اللي انا فيه فين. حذروا فزروا وقولوا لي بقى المكان اللي انا فيه فين. شايفين العيش جميل ازاي؟ كأنك عاملة كيكة بالظبط، حاجة كده ولا في الخيال.
هنا طبعا خلاص طلعنا العيش اللي هو اتحط المرحلة الاولى، طلعناه كده. هنبتدي ان احنا ايه ندخله جوه. طبعا يا جماعة محدش يستغرب من المكان والموقف، طبعا ده فرن بلدي يعني اكيد بنعمله في مكان زي كده بعيد عن البيوت طبعا. شايفيني وانا منورة كده بالعيش بعد ما خبزته وخلصته؟ حطوا لايك بقى، اتفرجوا بقى على الفيديو ده وقولوا لي رأيكم ايه. كده رجعنا بقى طلعنا اللي هو الجزء الاولاني اللي حطيناه، الرمية او الطرحة يعني بمعنى اصح، الاولانية اللي رميناها عشان نتكلم بقى ايه كده بطبيعة البلد عشان تعرفوا انا فين. وبدأنا ان احنا نحمي الطابونة تاني. شفتوني بقى وانا قاعدة كده قدام الفرن وبعمل فيها؟ شايفيني منورة؟ شايفين بقى كده انا بعمل بقى ببرد الفرن علشان ابتدي ارمي عليه العيش. ضاعت مني جوه، مش لاقياها يا جماعة، حد ينقذني بسرعة. اديني بكنس الفرن اهو. هي كانت بتختبرها لي سخنة ولا لا، بس برمي العيش. شايفيني بقى وانا منورة كده وقاعدة وبرمي في العيش. عايزة اقول لكم يا جماعة ان هي سخنة جدا، ايديا اتلسوعت، عمالة اقول ايديا اتلسوعت ايديا اتلسوعت. بس ايه طلعت شاطرة جدا، كانت تجربة ناجحة وهايلة جدا. انتوا بنفسكم هتحكموا وتقولوا لي اذا كنت نجحت فيها ولا لا. ودلوقتي بقى دخلنا في مرحلة ايه، هكمل بقى رص العيش على الفرن لحد ما اخلص العيش اللي قاعد. هنخلص كمية العيش اللي قاعدة معانا كلها. احنا بنحط بقى حسب ما الفرن معانا بيشيل يعني، حتى لو قاعد حاجة تاني بنرجع نحمي الطابونة تاني ونحط فيها الطابونة او الفرن البلدي، حسب بقى ما كل مكان بيسميها. اظن ان هي موجودة عند ناس كتيرة وناس كتيرة عارفاها. الله عليا بقى وعلى رصي والعيش منور جوه الفرن. بصوا بقى هبتدي ان انا اشيل كده. خلاص بقى بدأ العيش ان هو يستوي، دخل في مرحلة السوا. الله عليا الله عليا يا جماعة، يا جماعة شجعوني يا جماعة بلايكات كتيرة يا جماعة. في ايه؟ شايفين العيش بتاعي منور ازاي بقى؟ ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتحطوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. سلام.